فإن العلم والحضارة والطب والهندسة والعمارة والتاريخ نبع من هذا البلد مصر. الإخوة والأخوات الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. معكم محمد خفاجي من قناة أسرار التاريخ. وحلقتنا اليوم سوف تدور حول ملك مصري الأصل، وهو سامن ملوك الأسرة الخامسة، الملك جدكارع أسيس. من هو الملك جدكارع أسيس؟ ومن كان والده من الملوك؟ ومن الذي قام بتربية هذا الملك؟ وما هي الآثار التي تتعلق به؟ وما هي سمات عهده؟ وما هو السر الرسالة الموجودة على مقبرة الأمير حرخوف وذكرت اسم الملك جدكارع أسيس؟ وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. من هو الملك جدكارع أسيس؟ هو الملك الثامن من ملوك الأسرة الخامسة. وما معنى جدكارع أسيس؟ معناه هو روح رع مثبتة. ومتى اعتلى عرش مصر؟ اعتلى الملك جدكارع أسيس عرش مصر ما بين عام 2414 قبل الميلاد حتى عام 2375 قبل الميلاد، واستمر حكمه ما يقرب من 28 عاما تقريبا. وما هي الآثار التي تتعلق به؟ بالنسبة للملك جدكارع أسيس لم يقم ببناء معبدا للشمس كمن سبقوه من ملوك الأسرة الخامسة، ولكن قام بتشييد هرمه في سقارة. ومن كان والده من الملوك؟ في الحقيقة لم يتوصل أحد لمعرفة أصله، ولكن بعض العلماء نسبة إلى الملك الذي سبقه منكاو حور رع، والبعض الآخر نسبة إلى ني أوصر رع. كما لا توجد معلومات متوفرة عن زوجاته. ومن قام بتربية الملك جدكارع أسيس؟ قام بتربية الملك جدكارع أسيس الوزير الحكيم بتا حتب، وهو أهم رجال عصر جدكارع أسيس، والذي التمس من الملك أن يقوم ابنه بنفس وظيفته، وأجاب الملك إلى طلبه. وهو الحكيم الذي اشتهر بتعاليمه التي وجهها لولده، يعلمه فيها أسس الحق والعدل والفضائل. وما هي سمات عهده؟ كانت سمات عهد الملك جدكارع أسيس حافلا بالأعمال العظيمة، فهو أرسل حملة حربية إلى شبه جزيرة سيناء وإلى وادي الحمامات لأبو سمبل، كما عُثر له على تماثيل لأبو الهول والثيران وبعض الأسرى الأجانب. ظلت سيرة الملك جدكارع أسيس موجودة في خطاب على واجهة مقبرة الأمير حرخوف حاكم أسوان. وماذا حملت الرسالة الموجودة على مقبرة الأمير حرخوف؟ ورد في الرسالة وارد من الملك بلساني إلى حرخوف بأن الملك جدكارع أسيس هو أول من جلب قزم من بونيت أفريقيا، وأن جدكارع بنى هرمه في سقارة. وأثناء التنقيب والتوثيق في منطقة جنوب سقارة
تم العثور بواسطة بعثة مصرية على عمود من الجرانيت الأحمر في الرواب المكتشف حديثا لهرم بجوار هرم الملك جد كارع. وأثبتت الأبحاث أن هذا الهرم هو هرم الملكة ستبحور أو الملكة ست إبحر، وهي ملكة مصرية غير حاكمة، وهي أيضا زوجة الملك جد كارع أسيس. وعلى العمود كتبت ألقاب هذه الملكة مع اسمها بشكل واضح، وتم إعلان اكتشاف اسمها في أبريل عام 2019. ومن الألقاب التي كتبت على هذا العمود وهي ألقاب الملكة منتري حور ست، وعظيمة صولجان حتس، وعظيمة السناء، وزوجة الملك وحبيبته، وبهجته. وأما بالنسبة لهرم الملك جد كارع آسيس الذي بناه في سقارة، هو مجمع هرمي مبني في الفترة من أواخر القرن 25 قبل الميلاد إلى منتصف القرن 24 قبل الميلاد. ويشار إلى الهرم باسم هرم الشواف بواسطة السكان المحليين، وهو أول هرم يتم بناؤه في جنوب سقارة. ويضم هذا الصرح آثار جد كارع، منها هرم رئيسي ومعبد جنائزي يقع على الوجه الشرقي للهرم الرئيسي، ومعبد واد مدفون تحت سقارة الحديثة، وجسر تم حفره جزئيا. وهرم العبادة كان للهرم الرئيسي نواة مكونة من 6 درجات مبنية من الحجر الجيري المقطوع تقريبا والمربوطة ببعضها، تم تغليفه بعد ذلك بحجر جيري أبيض. تم نهب الغلاف وفقدت الخطوات الثلاثة من القلب، تاركا الهرم بطول 24 مترا في 46 مترا مكعبا. وهنا داخل البنية التحتية لهرم الملك جد كارع أسيس تم العثور على بقايا الدفن بجانب بقايا مومياء جد كارع نفسه. ويوجد المعبد الجنائزي بجوار الوجه الشرقي للهرم، يحيط بقاعة مدخل المعبد مبنيان كبيران غرب الصرح الجنوبي. تم اكتشاف مبنى كبير به عدة غرف ضيقة وطويلة. تم الحفاظ على مخطط المبنى بواسطة الكتل التأسيسية، لكن هيكله لم يتم الحفاظ عليه بشكل جيد، وفقدت أرضيته. وربما لصوص الحجر هم من قاموا بسرقة أرضية الهرم، وربما غير ذلك. وهناك في الزاوية الشمالية الشرقية من الجدار المحيط بمجمع الهرم تم بناء مجمع هرمي تابع للملكة ستبحور زوجته. ويعد المجمع الفرعي هو الأكبر الذي تم بناءه للملكة في عصر الدولة القديمة، يحتوي على جدار سياحي خاص به، ومعبد جنائزي، وقاعة تقديم، وغرف تخزين، وغرفة انتظار مربعة بحجم لا مثيل له، وهرم عبادة. نقل آخر ملوك الأسرة الخامسة أنشطة البناء الجنائزي من أبو صير إلى سقارة. كان أول هرم يتم بناءه في تلك المنطقة. تخلى أيضا الملك
عن تقليد بناء معابد الشمس، يشير إلى تحول في الأهمية الدينية من عبادة رع إلى عبادة أوزوريس. تم استكشاف البنية التحتية للهرم لأول مرة في عام 1880 من قبل جاستون ماسبيرو في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي. حاول ألكسندر فاريل وعبد السلام حسين إجراء أول فحص شامل للهرم، لكن عملهم توقف وفقدت النتائج التي توصلوا إليها. اكتشاف بقايا الهياكل العظمية لجد كارع في الهرم. لم ينجح أحمد فخري أيضا في إجراء فحص شامل في الخمسينيات. هرم الملك جد كارع تم بناء قلب هرمه في 6 خطوات مكونة من قطع صغيرة غير منتظمة من كتل الحجر الجيري مرتبطة ببعضها البعض. طول قاعدة الهرم 79 مترا تقريبا، مع كل درجة مبنية على ارتفاع حوالي 7 أمتار. يتقارب مع القمة عند منحدر 52 درجة، مما يعطي الهرم ارتفاعا أصليا للذروة يبلغ 52 مترا ونصف تقريبا. تم استخدام هذه النسب من قبل الحاكم تيتي الأول ميرن راع الأول والثاني لهرمهم المجمعات. وهنا تعرضت غرف البنية التحتية لأضرار بالغة على يد لصوص الحجارة الذين اختلعوا جدران الحجر الجيري، مما جعل إعادة بناء المخطط أمرا صعبا. تم ترك السرداب بمفرده مع الحفاظ على هيكله وسقف المسطح، وتم العثور على شظايا من التابوت الحجري والجرار المرمرية مع جثة محنطة لرجل في الخمسينيات من عمره. يفترض أنها بقايا الملك جد كارع. تعرضت المومياء للتلف أثناء السرقة. وبعد تحليل الجثة على الأجهزة الحديثة اتضح أنه مات وعمره ما بين 50 و60، وموضح بالصور اسطوانة منقوش عليها اسم الملك جد كارع آسيس ولوحة له. وإلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.